السلام عليكم، واش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا لاباس بخير. مرحبا بكم في قناتي، نورتوها بوجودكم. ان شاء الله تعجبكم وتستفادوا منها. نكملوا مع سلسلة تحضيرات وتنظيفات رمضان. وش بديتكم اليوم بهذا الفيديو بالمشتريات. واش شريت بعض القضيان، ما شريتش كلش هكا. كل خطرة كل ما نخرج نشري واش خاصني حتى نكمل. اول حاجة شريت هذاك البيض، شريت نص بلاطو برك حندير به شباح صفرا. شريت هنايا هذا خبز تورتيلا نخبيه رمضان باش ندير هكا به مملحات هكا ميني طاكوس. شريت هنا لافاني تاع الميزان. كما تعرفوا لافاني تاع الميزان يجي هايل. شريت هنايا زيتون كاسي. نحبه بزاف هكا مع الجهري مع الشوربة. شريت شوية مكسرات، شوية الجوز، وشريت هنا كاوكاو باش ندير به لي سيجار، وندير به محنشة، وندير به ال هاكا وصفات حنشاركو في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. هنا لي زيبيس واش شريت، كان خاصني راس الحانوت، توابل الدجاج، وزعيطرة. كيما الزعيطرة تعرفوها نحبوها هاكا نديروها في البيتزا، تجي هايلة في البيتزا في صوص طوماط. وتوابل الدجاج ما ملاح هاكا في لي صوص بويض، يجو بزاف هايلين. هذا هو نشري كل خطرة نشري شوي شوي حتى نكمل، ما نمشيش على ضربة واحدة. كل خطرة نشريو واش نحتاجو. هنايا شريت فرماج. شريت كمية تاع الفرماج، شريت هذا الفرماج تاع البيدون. هذا فرماج بزاف هايل. نديرو في البوراك، نديرو في لي كراطة. تقدروا حتى تاكلوا به، راهو بزاف هايل. هذا فرماج ماهوش تحضيرة جبنية. وبعد ما نعت لكم هاد وشريت هذاك الشيكولا تاع ذوق، نسيت ذوق تاعواه. المهم كما راكم تشوفوا. وبعد ما كما تعرفوا حنا نسا كل ما نخرجوا لازم نشرو شوية ماعن، ما نملّوش خلاص من الماعن. كانوا هنايا هاكا شريت بعض واش كان خاصني برك في الدار. شريت هاد اللي نهزو بيه حاجة سخونة، وشريت هاد البريق الصغير. هذا هو اللي كنت قداه وأنا نحوس عليه، على بريق هاكا يكون صغير، هاكا قيسي. نحب ندير فيه قهوة، ندير فيه تيزانة، بزاف هايل بزاف كيوت. كما راكم تشوفوا شريت هذا البريق الصغير. الم شريته ب45,000 إذا تحبوا الأسعار. وهذاك اللي نهزو به حاجة سخونة شريتها ب10,000. نشرو هاكا نشرو غير حوايج اللي نحتاجوهم، ما نشروش كلش. شريت هادو السليلات صغار نحطو بيهم هاكا فاكهات، يقطرو هاكا أي حاجة بزاف هايلين يعجبوني صغار. و3 ب10,000. شريت هاد نهزو بيها حاجة هاكا كيما البقلاوة، نهزو حاجة بيها تاع الزيت كي نكونو نقليو، شريتها ب10,000. شريت هادي تاع الكسران باش تحمر لنا، كانت ما عنديش. وشريت هذا البلاطو اللي راهم داير حالة المول العجيب. ما كاش اللي ما شراتوش، المول هذا تاع 10,000. وشريت هذا اللي نعلقو فيه مفاتح، ديكور عجبني ب10,000 شريته، قلت نحطو هكا ديكور. هادو مع بعض المشتريات اللي شريتهم. وكل وحدة تشري واش تحتاج في الدار واش كان خاصها. أنا شريت هنا بعض المشتريات اللي كانوا خاصيني. هنايا بعد ما شريت كامل وحطيتهم، هنا نحب نروح نستف حوايجي. هنا لافاني. كما تعرفوا لافاني هذه تاع الميزان هي هايلة بزاف، خير ما تشريو هذيك تاع الساشيات ولا تاع لي بواط. هذه بزاف هايلة، تقعد لكم ريحتها شابة، وتخليوها هكا في ساشي، وديروها في بلارة وتخليوها وديروها في الثلاجة، تقعد لكم هكاك ريحتها شابة. وهذاك الزيتون درتو هنا في البلارة، هاكا نديرو هاكا في البلارات وتحطوهم في الثلاجة. الثلاجة تاعكم تكون
تكون مستفة كي تحلوها تعجبكم. أنا نحب كل حاجة تكون منظمة، كل حاجة تكون في بلاصتها. كيما راكم تشوفوا ستفت كامل هذاك، كل حاجة نديرها في بلاصتها. والفرماج هذاك ربيته، الفرماج ربيته خلطت 3 أنواع ولا 4 كيما تحبوا، تربيوه وديروه في لي ساشي وديروه في المجمد. كل ما تحتاجوه تجبدوه راهو يجيكم ساهل، خير ما تكونوا في رمضان تكونوا مشغولين ومزروبين وتبداو تربيو في الفرماج. هكا ديروه بهذه الطريقة، تجبدوا تجبدوا وتحطوا برك. أنا هذه هي الطريقة اللي تساعدني. لي زيبيس نخليهم هكايا حتى قرب رمضان، ونبدا نديرهم في البلارات تاعهم باش ما تروحليش هذيك الريحة تاعهم. وزعيتها نخليها تشيح، ما نخليهاش في ساشي، دوك نحيها من الساشي ونخليها تشيح. والفرماج كيما قلت لكم حنربيه ما نخليهش هكا باش في وقت رمضان يكون واجد. هنايا نروح نوجدوه عجينة عجينة التوريق. باش ما تديناش الوقت في رمضان، نحبها أنا هكا نوجدها. واش نحتاجو؟ عندي هنا عندي كيلو تاع فرينة نغربلو كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. ندير له مغرفة كبيرة تاع السكر، نص مغرفة كبيرة تاع ملح، ندير هنايا 2 مغارف تاع خل، وفنجال تاع زيت. نبسس هذيك الفرينة مع الزيت مليح مليح، ونبداو نزيدو في الماء نعجنوها شوية حتى تحصلوا على عجينة تكون طرية. توجدوا هذه العجينة هكا كيما تحتاجوها في رمضان، تحبوا ديروها كمملحات، تحتاجوها بزاف، تكون واجدة وخير ما تشريوها. بهذه الطريقة ساهلة وما تديلكمش كامل وقت. هنايا بعد ما عجنتها شوي خليتها ترتاح، نبدأ نبسط فيها نحلها هكا على شكل مستطيل كيما راكم تشوفوا عفوا. نحلوها كامل هكا على شكل مستطيل وما تكونش رقيقة بزاف وما تكونش خشينة. وزبدة التوريق أنا استعملتها هنا صالحة، ما تخليوهاش في الثلاجة، جبدوها قبل من الفيجيدار، خلوها تكون طرية. وإذا نسيتوها كانت في الفيجيدار ربيوها تجيكم سهلة. أنا هنا جبتها من الفيجيدار، خليتها سخنت شوية وجاتني طرية كما راكم تشوفوا، وحطيتها كامل فوق هذيك العجينة كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. واللي تحب تربيها تربيها. أنا راني جربت نربيها وجاتني هايلة كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. ما تخلوهاش تكون طرية بزاف بزاف، إذا خليتوها بزاف طرية حتخرج لكم، تكون هكا حاكمة روحها كما راكم تشوفوا. نحطها كامل نستفها على العجينة تاعي، ومن بعد نكملو طريقة التحضير تاعها. هادو التحضيرات اللي نوجدوهم في رمضان آآ ينقصوا علينا بزاف الوقفة في رمضان. بصح لازم ما نبالغوش بزاف في التحضيرات، ما نوجدوش كلش. كاينين اللي يوجدوا مملحات ويحطوهم في الفريجيدار، يوجدوا كلش ميني بيتزا. أنا هادوك حوايج ما يعجبونيش، كل واحد والراي تاعها. أنا نحب نوجد هاكا حاجة عجينة تاع المملحات ساهلة، نديروها في وقفة توجد. كل واحد وظروفها، كاينة اللي تكون مريضة، كاين اللي عندها اللي راهي تربي، كاينة كل وحدة وظروفها، كل وحدة دير واش اللي تقدر عليه. أنا هنايا أنا ما نحبش نوجد بزاف، وجدت غير هاد الحوايج الضرورية كيما عجين مورقة، كيما الثوم رحيتو، درت شبح السفرة، وجدت الصامصة. وهادو هما حوايج اللي وجدتهم ما قليتهمش بصح نهار نحتاج نجبد حبيبات نقليهم و ويكونوا واجدين. كيما راكم تشوفوا العجينة بعد ما حطيت لها هذيك الزبدة نروليها كامل كيما شفتوا، ومن بعد ندير نحللها كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. ومن بعد نطويوها على آآ نطويوها على 4 كيما راكم تشوفوا، نطويوها على النص ومن بعد نطويوها للفوق كيما راكم تشوفوا، ونعاود نحلها. هذه الطريقة ديروها واحد 2 خطرات 3 خطرات كيما تحبوا. كل ما تحبوا التوريق أكثر تزيدوا. أنا درت هنا 3 خطرات برك وجاتني هايلة، جربتها
جرّبت هذه العجينة وراني موالفة نديرها، هذه العجينة ديما كل رمضان نوجدها، كيما راكم تشوفوا زدت طبّقتها واحد الخطرة الثانية ونزيد نحلّها بهذه الطريقة كيما راكم تشوفوا، نزيد نحلّها مليح، ما تكونش رقيقة بزاف بزاف، ما تكونش خشينة، بهذه الطريقة ونعاود نطويوها بنفس الطريقة كيما راكم تشوفوا. ساهلة ما تديكمش خلاص الوقت، واللي ماهيش قادرة اللي تكون مريضة معليش تشري كل العام وبركته، وبصح ملاح اللي ديريه كأجواء في دارك تحضّري توجديهم راح يكون تحسي بالبنة تاع رمضان في دارك، مع التنظيف مع التحضيرات، بزاف أنا نحب هادو الأجواء في داري. بعد ما وجدتهم شوفوا كيفاه جات قسمت على زوج شوفوا الطوراق لداخل كيفاه خرج لي جا بزاف هايل بزاف شابة وتحطوها في لي ساشي وديروها في المجمد تقسموها على قدا حبيتو انا قسمتها هنايا على ثلاثة ونحطها في الثلاجة وقت الاستعمال نجبدها الليلة من قبل ولا الصباح ونحضرها العشية تكون واجدة هذا هو فيديو تاع نهار اليوم إن شاء الله يكون عجبكم ونتلاقاو في فيديوهات أخرى إن شاء الله إلى اللقاء